خلونا نقف هنا لحظة. في مجموعة من الديناصورات المفترسة كانت مختلفة شوية، خفاف سريعين عندهم ريش وكان عندهم حركة فيها مرونة أكتر من غيرهم. هل ممكن يكونوا أقرب لطيور النهاردة؟ وهل الطيور فعلا أحفاد الديناصورات؟ يا ترى لما تشوفوا طاير بيطير في السماء عمركم فكرتوا إن أجداده كانوا بيزقروا مش بيزقزقوا؟ علماء الحفريات من زمان كانوا بيفصلوا تماما بين الديناصورات والطيور، بس الحفريات الجديدة خصوصا من الفترة الجوراسية قدمت أدلة بتهز الفرضيات القديمة من جذورها. ديناصورات زي الفلاس رابتور والترودون كانت بتمشي على رجلين وعندها مخالب معكوفة وجسم مغطى بريش بدائي. مش بس كده، في منها اللي كان عنده تجاويف عظمية خفيفة وحتى تراكيب في الحوض والصدر شبيهة جدا باللي موجودة عند الطيور الحالية. والخصائص المشتركة مش صدفة، بيض ملون بيتحط في أعشاش، رعاية للصغار بعد الفأس، ريش مش للتدفئة بس إنما كمان للطيران. كل ده بيقرب المسافة بين الطيور والثيروبودات لدرجة إن في علماء بيعتبروهم فرع واحد في نفس الشجرة. بس السؤال اللي لسه متعلق، هل فعلا الطيور اتطورت من الثيروبودات ولا هما بيشاركوا سلف مشترك أقدم من كده؟ الإجابات مش بسيطة،